السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. هو فخر العرب ولا فخر نفسه؟ بدون شك محمد صلاح أشهر رياضي مصري وعربي وإفريقي في العالم. النهاردة محمد صلاح فقد 1,000,000 متابع مصري من متابعيه على السوشيال ميديا. محمد صلاح نزل النهاردة من 17 مليون متابع إلى 16 مليون متابع في يوم واحد. يا ترى من حقنا كمصريين نزعل من محمد صلاح، ولا زعلنا ده يعتبر تدخل في حياته الشخصية، أو يعتبر محاولة مننا إن احنا نفرض إرادتنا وآرائنا عليه؟ يا ترى احنا سيبنا القضية الأساسية وتفرغنا لقضية فرعية؟ يا ترى احنا أهملنا دعمنا لأهلنا في غزة والدعاء ليهم، ولا اتفرغنا مين دعم ومين سكت؟ بصراحة محمد صلاح كابتن منتخب مصر لكرة القدم لم يدعم غزة على الإطلاق. يا ترى خاف وسكت؟ الحقيقة تصرفات الآخرين ملكهم. آلاف الشخصيات الكبيرة العربية سكتت زي محمد صلاح، لكن محمد صلاح بالنسبة لينا حاجة تانية غير أي شخصية على الإطلاق. اوعى تنسى إن احنا حبينا محمد صلاح كما لم نحب لاعب آخر، ودعمناه وحاربنا عشانه. اوعى تنسى ان احنا زعلنا من الاسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد لما اصاب محمد صلاح في نهائي تشامبيونز ليج، وبقى راموس عندنا شيطان ليه يصيب محمد صلاح. اوعى تنسى ان احنا كنا بنزعل من السنغالي ساديو ماني لما ما يباصيش كرة لصلاح، او لما ما يدلوش الكرة عشان يجيب جول، او حتى لما كان يعديه في عدد الاهداف او في استفتاء احسن لاعب في افريقيا. على قد ما كان صلاح هو كل طموحنا في الكرة العالمية، على قد ما كنا بنتمنى انه يعدي كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، على قد ما كنا بنزعل من الفيفا واليويفا والكاف لما ما يختاروش صلاح، على قد ما كرهنا فرانس فوتبول وسباق الكرة الذهبية اللي ما بيحطش صلاح. على قد ده كله كنا مستنيين ان صلاح يبقى من ميتنا. ميتنا، يبقى ميتنا. نزعل على اخواننا في غزة يزعل معانا، ندعمهم يسبقنا ويدعمهم، نهتف ويهتف معانا. هنا الزعل. ما قصرناش يوم مع محمد صلاح ابدا، ما قصرناش معاه في نقطة واحدة. لكن الحقيقة المرة بقى المؤلمة ليكوا وليا وللناس كلها، ان مو صلاح، غيرت اسمه صح؟ قلت مو صلاح، وكلمة مو صلاح دي مهمة جدا في القضية. مو صلاح من يوم ما حصل الغزو او حصل الهجوم او حصلت الابادة 7 ايام بدون كلمة واحدة ايجابية، كلمة مش موقف، كلمة واحدة ايجابية. مو صلاح دي اختصار لمحمد صلاح، وفهمها زي ما انت عايز. ليفربول، جمهور ليفربول سماه خلاص مو صلاح، ومحدش في ليفربول او في بريطانيا بيقول محمد صلاح، كله بيقول مو صلاح في الجرايد في المجلات في التلفزيونات، كله مو صلاح. المهم الحقيقة المؤكدة للمصريين واللي لازم تستوعبها ان مو صلاح النهاردة وامبارح وبقاله فترة مش قليلة هو النجم الأول عند جماهير ليفربول البريطانية والإنجليزية. هو النجم الأول قبل أي لاعب إنجليزي نفسه أو بريطاني. تخيل جماهير ليفربول حتى مو صلاح نمرة 1،
ويجي بعديه بقى روبرتسون الاسكتلندي وارنولد الباك اليمين الانجليزي واي حد انجليزي او بريطاني او ويلز او ايرلندي يجوا بعد مو صلاح. وصلاح من ناحيته حريص قوي 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 على كده. مفيش مشهد او موقف ليفربول جمهور ليفربول سماه خلاص مو صلاح، ومحدش في ليفربول او في بريطانيا بيقول محمد صلاح، كله بيقول مو صلاح مو صلاح، في الجرايد في المجلات في التلفزيونات كله مو صلاح. المهم الحقيقة المؤكدة للمصريين واللي لازم تستوعبها ان مو صلاح النهاردة وامبارح وبقاله فترة مش قليلة هو النجم الاول عند جماهير ليفربول البريطانية الا ومو صلاح بيتهز. الحلاقة زي اللعبة، فيها الهاوي وفيها الحريف، بس ايه اللي بيخلي اللعيب اول حاجة على جمهوره في ليفربول قبل اي حاجة تانية؟ كلكم عارفين جمهوره في ليفربول متعاطف مع الكيان ضد غزة. موقف بريطانيا واحد من اقوى المواقف يمكن اكتر من امريكا في التعاطف مع الكيان الصهيوني ضد غزة. مو صلاح سكت وسكوته طول وهيطول ونقفل الموضوع. الاتحاد الافريقي لكرة القدم ارسل لكل الاندية الثمانية المشاركة في الدوري الافريقي الاول لكرة القدم الدوري السوبر اللي ينطلق ان شاء الله يوم الجمعة 6 مساء بمباراة سيمبا التنزاني والاهلي في دار السلام، ارسل اللائحة الكاملة والنظام الكامل لمسابقة الدوري الافريقي اللي هيقام بنظام الكأس بخروج المهزوم من السلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.